الذره كماده علف كمصدر للطاقه. طبعا الحبوب لازم تكون حبوب، مش حبوب فيها شوائب، دي اول حاجه تفحص الشوائب. الاتربه تشوف لو فيها حشرات، الحاجات دي لازم ان انت تشوفها. طيب انا شفت الحاجات ديت ولقيتها تمام، اللون بتاعها يكون ايه، يكون مظبوط. الذره يفضل ان انت تستلمه حبوب، ما تستلموش مجروش. اجرش عندك، استلمه حبوب واجرش عندك. طيب لو انت استلمته مجروش يبقى انت كده بتدي فرصه للمورد او للتاجر اللي جايبه لك ان هو يغشك. ليه؟ لان هنا هنلاقي ان الذره، حبوب الذره بتتغش لو هي ناعمه. طبعا لو هي بودره ده مرفوض اصلا ان انت تستخدمه عشان بيعمل مشاكل تنفسيه ونسبه الغش فيه بتبقى عاليه جدا، فبالتالي مرفوض اصلا ان انت تستخدمه. تاني حاجه لو هو مجروش، هنا بقى هتشوف ايه الناعم بتاعه. لما انت تمسكه كده لو لقيت ان في نسبه دقيق عاليه، ده ممكن يكون هنا مغشوش. مغشوش بايه؟ مغشوش ببودره البلاط اللي هي كربونات كالسيوم. ده طبعا حاجه ملهاش قيمه، تحط على حاجه ليها ايه، قيمه عاليه اللي هو الذره. فبالتالي هنا دي احد طرق الايه، الغش. طب اكشفها ازاي يا دكتور؟ طبعا بالفحص ان انت هتشوفها يدوي كده موجود. لو لقيت ناعم كتير في ايدك، بودره كتير، يبقى ده ايه، يبقى ده هتشك فيه. تاخد منه عينه وتوديها المعمل، هيقدر لك المعادن او الرماد كل ما كانت نسبته عاليه عن الطبيعي، فبالتالي هنا هيبقى في عندك ايه، غش. ده بالنسبه للذره.